رمضان ليس فوانيس تعلقها لأجله وملابس تخص بها ومسلسلات تضيع وقتك وتفسد قلبك وسهر في غير منفعة. إنه شهر القرآن والصيام والمسارعة في استكثار الحسنات واحتساب الظمأ والجوع وقيامك لله في كل ليلة تدعوه خوفا وطمعا. يا صباح الفل والجمال على احلى اخوات واحلى صحاب، يا رب تكونوا كلكم بالف خير. عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. بصوا بقى كده ايه، ان بقى الستاير جت. كنت مبسوطه قوي لانها اتاخرت جدا، بس الراجل كان عنده ضغط شغل عشان طبعا كل سنه وانتم طيبين رمضان وبعد رمضان العيد. فطبعا العرايس اليومين دول بقى والعرسان وايه، ومشغول جدا ومضغوط. فانا طبعا يعني اديته العذر اللي هو يعني بسبب الضغط اللي عنده، كمية ضغط الشغل يعني اللي عنده. بس بقى أخيرًا أهو جه بقى أركّب الستاير. ف فحبيت كده إن أنا أصورها معاكم وتشوفوها وتقولوا لي رأيكم فيها إيه. فيالّا بقى حطّي لي لايك عشان طبعًا أنتم مقصّرين جدًا، جدًا معايا في اللايكات. مش عارفة ليه مش بتحطّوا لايك، الفيديو مش عاجبكم يعني والّا إيه؟ ده أنا باتعب فيه جدًا. فحطّوا لي لايك كده واشتركي في القناة اللي لسه يعني شايفة قناتي جديد، أو لو بتتفرجي عليَّ في صمت كده ومش عايزة تشتركي، لأ اشتركي في القناة، صدقيني قناتي هتفرق معاكِ جدًا. فيالّا بقى كده نصلّي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنا بقى جاب كده المواسير بتاعة الستارة، وركّب طبعًا الستارة عليها طبعًا زي ما أنتم شايفين كده. بُصّوا اللون بتاعها مظلوم في التصوير، هي في الحقيقة أحلى من كده بكتير. لإن أنا لمّا رُحت أختار القماش بتاع الرُكنة، فطبعًا كان في ستاير زي دي حاطينها كده عرض كده يعني اللي ييجي يشوفها وكده. فبصراحة عجبتني جدًا وقُلت هتمشي مع الرُكنة عندي ومع الحيط. وبرضه أنا عاملة 3 برضه، واحدة صغيّرة كده في أوضة الرُكنة برضه هتشوفوها دلوقتي، وبرضه عاملة واحدة للمجلس لأوضة المجلس، اللي هي الفاصل بين المطبخ والحمام وأوضة النوم والمجلس. فلونها عجبني جدًا، وحسيتها كده القماشة بتاعتها أحلى. أنا كنت مختارة الأول كنت مختارة نوع قطيفة، بس لمّا رُحت المعرض وشُفت العروض أو شُفت العرض اللي هو عاملينه، حاطين كده كذا عرض، الصورة دي شدّتني أكتر ولقيت القماش بتاعتها حلوة جدًا. فلمّا سألت على نوع القماش قالوا لي كتان، على يعني بيتهيأ لي كده قالوا لي كتان آه. ودلوقتي أنا هاقرّب الكاميرا وهتشوفوها. فبصراحة شدّتني جدًا وعجبتني أوي. فقُلت خلاص، فاتفقت مع الراجل قُلت له: "خلاص أنا هاغيّر اللي أنا كنت مختاراه وهاختار دي." فطبعًا قال لي: "دي سعرها أعلى وأغلى." قُلت له: "مش مشكلة، أنا كده، كده مش هاعمل كل يوم، أنا هاعمل دي." فخلاص يعني زاد سعرها 1000 جنيه عن الستاير اللي أنا كنت مختاراها. بس بصراحة هي قيّمة جدًا، والخامة بتاعتها يعني القماش حلو جدًا. وفي نفس الوقت زي ما قُلت لكم هتمشي حتى لو جبت كفر عشان أغيّر مثلًا وأعمل كده تجديد في الرُكن عندي، برضه هتمشي على أي كفر أنا هاجيبه. ده طبعًا الستارة التانية اللي أنا برضه عاملاها صغيّرة كده، طبعًا دي برضه في أوضة الرُكن. الفتحة دي أصلًا أو الباب ده كان شباك الأول، بس أنا طبعًا فتحته وهو صغيّر بس أنا فتحته عشان بحيث إن هو يبقى إيه، بدل ما أطلع من الباب الخارجي دوّة وكنت الأول بيبقى لفة كده، فلأ رُحت فاتحة الشباك ده وعملته إيه، باب زي ما أنتم طبعًا شايفين. فجبت له برضه ستارة. ودي طبعًا برضه إيه، ستارة المجلس طبعًا زي ما أنتم شايفين كده. أنا بقى حبيت كده آخد لكم صورة كده للستاير، بس عايزة أقول لكم والله العظيم التصوير ظالمها جدًا، جدًا. هي في الحقيقة أحلى بكتير ولونها أجمل وأحلى بكتير أوي. يعني أنا هاقرّب لكم دلوقتي تشوفوا الخامة بتاعتها، بس مش عارفة برضه هتكون واضحة أوي في التصوير والّا إيه. بس أنا إيه، حاولت كده إن أنا أظهر لكم كده. بصوا خامتها حلوة أوي، يعني لفتت نظري لمّا رُحت أختار نوع القماش. فبصراحة خامتها تحفة. وزي ما قُلت لكم هي مظلومة، هي في التصوير أحلى بكتير، ولونها في الحقيقة أجمل. تحسّي فيها كده مش عارفة يعني قيّمة، هي قيّمة وشيك جدًا بصراحة يعني. فدي طبعًا التانية أهي، هي لسه كانت عايزة تتضبط، يعني هو عاملها بس مش كان ضابطها أوي. فأنا كده حبيت آخد لكم كده صورة، والولاد وهُم تحت قُلت الحقي نفسِك والولاد تحت عشان تعرفي تاخدي الصورة، لإن خالد طالع نازل رايح جاي. ما عليكم بالمنظر التاني ده. بُصّوا شكلها حلو. ننزل بقى كفاية بقى كده إيه، وريتكم الستاير، ننزل بقى إيه هنشوف هنعمل فطار إيه النهارده. هنعمل كرنب وهنعمل محشي كرنب يا جدعان. جبت كده الكرنبة. طبعًا الفيديو ده كان يعني تصوير الستاير ده كان عاملها امبارح بالليل،
فطبعًا أنا حبيت أحط لكم المقطع دوّة تشوفوه مع إيه، مع تجهيزي بقى الفطار. نشوف زي ما قُلت لكم كده هنعمل محشي كرنب. هنا طبعًا كده كان عندي الفلفل والكمون كان خلص من عندي، فبعت كده جبت ب25 جنيه كده. بُصّوا ب25 جنيه إيه، ما عادش في بركة في حاجة. قُلت عقبال ما أبقى أنزل بقى وأجيب من العطار اللي أنا باجيب منه ربع فلفل أسمر وربع اللهم صل على النبي كمون. طبعًا بيبقى عليه بهارات كده، بيتضاف لِك شوية بهارات كده، ورق لوري وحبهان وكبابة صيني. طبعًا أنا يا دوبك باسخّنهم كده على النار بس يسخنوا كده، يعني باحمّصهم تحميصة خفيفة جدًا، اوعوا يتحرقوا منِّك. وبافرمهم عندي بقى إيه في اللهم صل على النبي، هنا عندي مش عارفة دي اسمها إيه والّا أنا ناسية اسمها. المهم حطيت طبعًا شوية ملح كده عليهم وفرمتهم عندي بقى، وهابدأ كده أضيف عليهم كمان كيس من الملح وأحطهم عندي في البرطمان في طقم التوابل يعني. بُصّوا بقى الخلطة دي أنا باضيفها على جميع الأكل عندي، يعني بيتهيأ لي ديّة الطريقة دي الشرقاوية معروفين بيها، مش كل الشرقية بس يعني إيه الأغلبية عارفين بيحطوا الكمون على الفلفل الأسمر ويضربوه في الخلاط ويضيفوا عليه ملح، وبقى كده بقى برطمان بنضيفه على جميع الأكل والطبيخ وكده. بس بصراحة بيبقى حلو جدًا يعني عشان أنا متعودة عليه عند أمي، فبرضه باعمل كده. وبرضه يعني برضه عندي كمون لوحده والفلفل الأسمر لوحده، عشان طبعًا في وصفات كده مش بتحطي فيها كمون زي اللحمة وفي حاجات كده، فإيه برضه ما اعكش الدنيا يعني. نبدأ بقى كده نخش بقى على سلقة الكرنب. حطيتِ لي لايك الأول والّا لسه؟ عشان أنتم مقصّرين معايا في اللايكات جدًا والله، فعايزاكم تحطوا لي لايك كده وتكتبي لي تعليق حلو منِّك. حطيت بقى الكرنب، كانت الحلة صغيرة، أنا ما باحبش أسلق في حلة صغيرة، بس أنا كسلت بصراحة إن أنا أطلع أجيب حلة من عندي فوق. قُلت لسه هاطلع وأنا أصلًا كنت في اليوم ده كنت تعبانة شوية، حتى صوتي باين عليه يعني برضه إيه، عندي برد كده وجسمي متكسّر شوية. ف فكسلت إن أنا أطلع أجيب حلة من عندي. فقعدت كده طبعًا أفُك كده في الكرنبة، والكرنبة اللي أنا كنت جايباها دي مش كانت عاجباني خالص. الراجل بصراحة يعني خمّني فيها، ادّاها لي غالية، ادّاها لي ب30 جنيه الصغيرة دي. قال لي دوّة عشان كرنب بلدي مش كرنب بطة. يعني في أنواع طبعًا في الكرنب، في الكرنب البلدي دوّة بيبقى غالي شوية عن الكرنب التاني، هُم بيقولوا عليه بطة في السوق. أنا مش عارفة مسمياته إيه والّا أنتم عندكم اسمه إيه، بس هو الكرنب اللي بيبقى مبطوط ده، تحسّي اللي هو عامل زي الكعكاية كده ومبطوط كده، ده بيقولوا عليه كرنب بطة عندنا. فالمهم بقى ما علينا، الكرنبة مش كانت عاجباني والورق بتاعها كان تخين مكركت كده. فالمهم بقى إيه، أنا سلقتها وقُلت طبعًا هاعمل جنبها خَس بما إن الكرنبة حسيتها إن هي مش هتدّيني أنا عايزة طبعًا أعمل حلتين صغيرين كده، فقُلت طبعًا مش هتعمل لي الحلتين الصغيرين، كان عندي خَس. فطبعًا إيه، أنا صراحة باعشق ورق الخَس، باعشق محشي الخَس، باحبه جدًا يعني. برضه في البيت عندي بيحبه بس مش الولاد عندي ما بيحبوهوش. فطبعًا قُلت برضه هاعمل خَس بما إن عندي. أنا لمّا باجيب الخَس عندي فباخد طبعًا الورق بتاعه طبعًا زي ما أنتم شايفين كده، ويا دوبك بس باغطّسه كده في المَيّة بعد طبعًا ما باسلق الكرنب، وباطلّعه فورًا، يعني مش تسيبيه حتى دقيقة، لإنه طبعًا هيسيح معاكِ لو سِبتيه فترة طويلة في المَيّة، فخلّي بالِك برضه من خطوة زي دي. مستنية طبعًا بقى تعليقاتكم وآرائكم في الستاير عجبتكم والّا لأ، ولو عايزين بأسعار وتفاصيل وكده اكتبوا لي وأنا برضه هارُد عليكم في الكومنتات لو أنتم حابين تعرفوا المتر عاملاه بكام، تفاصيل يعني لو عايزين هاقول لكم، مش عايزين خلاص يعني إيه، عشان ما اصدّعكمش واصدّع دماغي أنا كمان. فاللي أنتم عايزينه اسألوه في الكومنتات وأنا هارُد عليكم. نيجي بقى هنا للصلصة، حد هيقول لي عاملة الصلصة في صينية، فبصراحة هارجع أقول لكم تاني كسّلت إن أنا أطلع أجيب حاجات من فوق، لإن طبعًا كنت عاملة في حاجات حماتي كده، عاملة حلويات وعاملة شوية حاجات، فالحلة اللي أنا كنت هاعمل فيها لقيتها صغيرة فقُلت لأ اعملي في الصينية أحسن. بُصّوا بقى الكرنبة عاملة إزاي، مش ورقها مش أفضل حاجة للأسف، والراجل زي ما قُلت لكم خمّني فيها، فمش مسامحاه بصراحة يعني لإني أنا كنت عايزة أجيبها، كنت عايزة أعينها للعزومة. طبعًا هاعمل عزومتي يوم الجمعة أو يوم السبت. ف فلمّا لقيت الورق بتاعها مش عاجبني كده، فقُلت لأ، لو سِبتها أكتر من كده هتصفَر كلّها ومش هتبقى حلوة. وأنا بصراحة باحب أعمل الكرنب كده إيه، يعني لا إمّا أعمله في تاني يوم، لا إمّا في نفس اليوم، لإني أحسّه يبقى فريش كده، بتلاقوا طعمه مسكّر ولذيذ. الكرنب بالذات بصراحة يعني، ده عن تجربة، فبرضه قولوا لي.
هنا بقى كده جِبت الصينية بعد كده ما الصلصة عندي اتسبِّكت، حطيت بقى الرز وحطيت الخضار وحطيت عندي التوابل، قُلت بقى قبل ما كده أقعد أحشي بقى كده مع نفسي، قُلت هاجيت بقى طبعًا على اللحمة، عندي كده لحمة حطيتها كده تفُك عندي، وطبعًا بقى حطيت كده عندي الحلة فيها مَيّة وبصل وورق لوري وحبّهان، ونزلت كده بشوية من الفلفل الأسمر، ما نزلتش بملح لأن الملح مش باحطه غير في ال3/4 سِوَى بعد ما بتستوي 3/4 سِوَى، باسيب الربع بقى الباقي دوّة باحط فيه الملح عشان طبعًا تشرب كده من الملح أو من الحُدق بتاع الشوربة، هاسيبها بقى مع نفسها. خلّصت بقى كده عندي الحلّتين دول، وطبعًا كده كان عندي طبعًا شوربة برضه، بس شوربة بَط، كانت شوربة دسمة، لإن طبعًا أنا باحب أسقي المحشي عندي بالشوربة تكون دسمة شوية، خاصةً الخَس باحب الشوربة الدسمة يعني. نيجي بقى هنا كنت بقى سوّيت المحشي وعملت اللهم صل على النبي، وسوّيت اللحمة وعملت وشويت بتنجان، وبعت محمد ابني يجيب طعمية محشية، وقُلت بقى نعمل العصير، هنا بقى كان في الدقائق الأخيرة، يعني أنا باعمل العصير باعمله قبل الفطار بربع ساعة، بتلت ساعة بالكتير أوي. عندي بقى هنا فراولة وموز كنا عاملين امبارح كل يوم باعمل لهم عصير يعني تغيير، امبارح كنت عاملة بلح، وأول امبارح كنت عاملة مانجا، وأول يوم كنت عاملة عصير برتقان بموز، فباحاول طبعًا أغيّر يعني كل يوم بحيث إن هُم ما يملّوش ويزهقوا وكده. وبرضه كنت عاملة بقى حلويات امبارح، فما عملتش معاكم يعني بس مش كنت صوّرتها بصراحة مش كان عندي طاقة خالص للتصوير، مع إني أول يوم وتاني يوم دول كان عندي عزومة، إحنا عندنا أول يوم في رمضان بننزل أنا وسلفتي وجوزها وعيالها وأنا، زي ما حماتي كانت معوّدانا، حماتي الله يرحمها، ربنا يا رب يرحمها وادعوا لها بالرحمة، إن هي ويرحم جميع موتانا يا رب. إن هي كانت أول يوم رمضان كنا بننزل نفطر عندها تحت، فإحنا طبعًا قُلنا مش هنقطع العادة دي أبدًا، وزي ما هي كانت بتعمل هنعمل، فطبعًا فطرنا أول يوم رمضان مع بعض، طبعًا ما عرفتش أصوّر عشان الولاد، وكان البيت ملبوك شوية، فما عرفتش أصوّر وكده. نيجي بقى هنا للقطة الحاسمة، خلّصنا، طبعًا محمد جاب طعمية، بُصّوا بقى طعمية محشية وكان طعمها جبار، غرفت بقى كده عندي الشوربة وناب كل واحد في الطبق بتاعه، والمحشي طبعًا غرفته، بس المحشي تحسّوا صوابعه كبيرة، بس هو مش كبير ولا حاجة، هو بس عشان الكرنب كان تخين، فتحسّي إن المحشي كبير، بس هو أنا بصراحة مش كان عاجبني، بس هو كان في الطعم كان لذيذ عشان برضه أكون صادقة، بس هو الشكل بس تحسّيه إن هو تخين. وبكده بقى فيديو النهارده يكون خلص، ما تنسوش اللايك.